السلام عليكم ورحمة الله. أهلا بيكم في فيديو جديد. مكملين مع بعض شغل الركنة بتاعتنا وهوريكم بداية الشغل فيها إن شاء الله. في الفيديو اللي فات كنت مصورة الركنة وهي كانت خشب فاضي، واتكلمنا على تفاصيل كتير بالنسبة للنجارة. تقدروا ترجعوا للفيديو لو حابين تعرفوا تفاصيل عن الخشب ونوعه وشكل النجارة بتاعته والميكانيزمات وكل الكلام ده موجود في الفيديو. في الفيديو ده ان شاء الله هنشوف بداية شغل الركنة. اول حاجة عملناها هي شد الاستك، وبدأنا في السفنجة. احنا استفنجنا ظهر الكنبة الكبيرة. طبعا الركنة دي عبارة عن قطعتين، هي حرف الجزء الكبير هيبقى فيه سرير ميكانيزم، والجزء الصغير هيبقى شازلونج بس من غير سحارة. وكل دوت هيبان معانا في التصوير. طبعا انا مصوره لكم الخطوات كلها بتاعه التنجيد، بس طبعا مش هتنزل كلها في فيديو واحد، هتنزل على اجزاء، لان واحنا شغالين كده كل مره بصور فيديو للخطوه اللي احنا شغالين فيها او للمرحله اللي احنا شغالين فيها. تمام. ده كده الاستك اتشد في الارضيات كلها. الظهر هنا في الكنبه الكبيره اتسفنج. عندي سفنج هايبر كثافة 40. ودي الدراعات بتاعة الركنة. طبعا انا قلت لكم ان الدراعات فك وتركيب. الدراع بيتفك وبيتنجد لوحده وبعدين بيرجع يتركب تاني، وكل دوت هوضحه لكم ان شاء الله في الفيديوهات كلها، او الفيديوهات اللي جايه، عشان دلوقتي حاليا لسه كل حاجه متفككه وبتتنجد لوحدها، فالشغل مش واضح قد كده. هيبان معانا في الفيديوهات اللي جايه ان شاء الله. يا رب الفيديو يكون عجبكم. ما تنسوناش لايك وشير واشتراك في القناه، والسلام عليكم ورحمه الله.